مرحبا شبابنا الطيبة واخواننا بالقناة. اليوم جبنا لكم أكلة سريعة لجماعة الدايت وجماعة الالتزام. اليوم عندنا بروتين عالي، بيض اومليت. طريقة راح نشرحها هسه، بسيطة وسريعة وصحية، جدا صحية. اولا راح نختار البيض نسبة الى حسب انه انت شنو تحب. مثلا لنفرض انه انت تحب الصفارات الزايدة، تاخذ الاربع بيضات. انا دائما الوجبة مالتي 4 بيضات 5 بيضات. تقدر تختار ال5 بيضات بصفار واحد، تقدر تختار ال5 بيضات بصفارين او ال5 بيضات ب5 صفارات. انت حسب شنو تريد وشنو تحب. انا بالنسبه لي اسوي ال4 بيضات او ال5 بيضات بصفار او صفارين. فسنجي بدايه ننزل البيض مثل تشوفون بهالطريقه هاي. ننزل البياض الاول، تمام. نجي ناخذ البيضه الثانيه، ننزل البياض الثاني. طبعا بهالطريقه هي طرق هوايه نقدر نتعامل بها. نجي ننزل البيضه الرابعه، عفوا ننزلها كامله وهي صفار. بعد ما نزلناها وهي صفار، طبق البهارات حسب الشيء اللي انت تحبه. يعني مثلا اني احب الفلفل الاسود وملح، فلفل اسود وملح. نجي نضيف الملح. طبعا تقدر تضيف عليه الخضروات، تقدر تضيف عليه هواي شغلات. هذا الملح راح تسالوني ليش ملحته زايد، لانه هذا الملح بحري، ملح صحي بحري. وننزل الفلفل بهاي الطريقه، تبقى انت حسب قناعتك. طبعا انا اعطيكم الفكره وانتم تقدرون تضيفون عليها بعض الاضافات. نجي هسه نخلط البيض بهاي الطريقه هاي. نحاول انه نخلي الفلفل يتجانس، لأن الفلفل شويه مزعج. شباب بعد ما تجانس عندنا البيض تماما، نجي نتحول للطاوة ونشرح لكم شنو راح نسوي. شباب حاليا هسه بعد ما كملنا الخلطة مالتنا وحطينا البهارات، حطينا الملح، نجي نستخدم هذا البخاخ. انا استخدمه بخاخ جدا ممتاز بنكهة الزبدة، بخاخ خالي من السعرات الحرارية، دهن الصويا او زيت الصويا طبيعي. راح نجي نستخدمه، نشغل الطباخ ونجي نستخدمه رشه على الطاوه. وضروري انه تكون الطاوه تيفال او جرانيت. بعد ما خلينا الزيت ننتظر الزيت يحمى. وضروري انه تكون عين الطباخ عاليه على مود البيض ما يلزق عندنا، وبنفس الوقت ما تصير ريحه زفره بالبيض. فننتظر الزيت يحمى ونكمل وياكم الفيديو. اخواني حاليا بعد ما حمى عندنا الزيت، نجي نضيف الخلطه مالتنا على الطاوه بهالطريقه هاي اخواني. نجي نسحب البيض من الاطراف في سبيل حتى ما يصعد عندنا ويلزق بالطاوه، وبالتالي راح يسوي عندنا ريحه زفر بالاومليت مالتنا. نجي نسحب من الاطراف شويه شويه لحد ما يبدي البيض اللي بالنص يصير عندنا على الاطراف. الطريقه اللي بدنا نوضحها هسه حاليا لحد ما نتاكد انه الوسط كله بدا ينزل على الاطراف بالطريقه هاي. نبدي بعدها نفرق البيض حتى تستوي كل الجوانب اللي عندنا. مثل ما تشوفون اخواني ما يلزق اي شيء بالطاوه. والطعم انا بالنسبه لي شفته اطيب بهوايه من البيض العادي. بعد هي حسب الاذواق تختلف، انه ناس تحب البيض بهالطريقه هاي. نكهه الفلفل راح اضيف فشي جدا طيب للبيض. مثل ما تشوفون نفرق كل الكميه اللي عندنا في سبيل ما يبقى عندنا شيء ما مستوي بالبطن. تقدر تستخدمه بعيش، تقدر تستخدمه بشوفان، يعني صمون شوفان، عيش شوفان، لوف، اي شيء عندك. وهسه الكميه صارت عندنا جاهزه وكامله للاكل. مثل ما تشوفون اخواني وصلنا هنا لنهايه الفيديو. سووا لنا لايك وسووا لنا سبسكرايب حتى نضيف لكم الاكلات البقيه. وان شاء الله كل يومين او 3 راح ننزل فيديو باكله جديده من الاكل اللي انا اسويه. انا لا شيف ولا طباخ، بس عجبتني انه اسوي هيك شغلات بسيطه وبالطريقه اللي شفتها اني انسب واطيب طريقه ممكن نسوي بها اكلنا الصحي للي ملتزمين، اللي بالقاعات، اللي يتمرنون، اللي يريدون بروتين عالي. هاي طريقه البيض الاومليت وافضل طريقه توصلت لها اني. ممكن اكو طرق ثانيه ما اعرف، بس هاي الطريقه طيبه وسريعه وبنفس الوقت قليله الزفره وباقي الامور اللي بيها البيض، لانه البيض موضوعه جدا نحس. تحياتي لكم ومع السلامه.